صباح الفل عليك يا صديقي الكوير، وخبر يهمك في 60 ثانيه. في مباراه تقبل القسم على 2 ولا تتحمل اي نظيف للنقاط، النادي الاهلي واجه سيراميكا في الثامنه من مساء اليوم. الاهلي تعاقد مع حمزه علاء لمده 3 مواسم ونصف. بعد انتشار صورته داخل اجتماع النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ يتولى منصب مدير عام على الكره في النادي الاهلي، وبيتحمل كامل المسؤوليات وكامل الصلاحيات من الكابتن محمود الخطيب، وسيكون موجودا في قائمته في الانتخابات القادمه. امام عاشور يوجه رساله شكر كبيره لاطباء المنتخب وللجهاز الاداري وللاعبين، ويتمنى العوده سريعا للحاق بزملائه في الفريق. كثير من الصحفيين بأكدوا ان امام عاشور كان مستاء مما فعله ادم وطني، وان ينتظر عودته من المشفى ليوضح كل الامور لجماهير النادي الاهلي. الاهلي يتواصل رسميا مع رينيه فايلر من اجل عودته لتدريب النادي الاهلي. وحسب صحيفه ESPN فرامون دياز الارجنتيني تلقى عرضا رسميا لتدريب النادي الاهلي. وكيل اعمال يوضح ان الامر لم يكن الا عن تواصل بعض الوكلاء، وانه لم يتلقى عرض رسمي حتى الان. الزمالك يفوز بثنائيه على النادي الاسماعيلي ويستمر في صداره الدوري. اللاعب البرازيلي خوان الفينا يتلقى الانذار الثالث ويغيب عن مباراه الجونه ويصبح جاهز لمباراه النادي الاهلي. ايضا محمود بن تايك يتلقى الانذار الثالث ويصبح جاهز لمباراه الاهلي ويغيب عن مباراه الجونه. عمر جابر يغيب لمده شهر عن الملاعب. بيراميدز يفوز بهدف نظيف على نادي زد. راشفورد يسجل ثنائيه ويقود برشلونه للفوز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف. السيتي يفوز بثنائيه على نادي نابولي. انتراخت فرانكفورت يفوز بخماسيه مقابل هدف على جلاتا سراي. بس كده يا صديقي، اتمنى تعمل لايك للفيديو لو عجبك واشتراك في القناه، وسلام.